بعد ما نزل الطرح التكميلي لقطع أراضي الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزا، واللي هو الطرح التكميلي لمدن الصعيد، وكمان هينزل طرح جديد يوم 15/1/2023. السؤال هنا بقى إزاي أحول جدية الحجز من الطرح القديم اللي أنا معرفتش أفوز فيه بقطعة أرض للطرح التكميلي الجديد، وإزاي أستخرج استمارة حجز، وإزاي أتأكد إن أنا عملت الخطوات دي صح. وكمان لو أنا كنت مقدم مثلا أكثر تميزا في مدينة معينة ومنزلش فيها أكثر تميزا وعايز أنزل بالمستوى للمتميز أو المتوسط. وكذلك الأمر لو كنت مقدم على قطعة أرض متميزة في مكان معين وفي الطرح التكميلي منزلش المتميز ده وعايز أنزل بالمستوى للمتوسط، هعمل إيه؟ هو ده اللي أنا أوضحه لك في حلقة النهاردة يا صديقي. خليك معايا لآخر الفيديو وما تروحش في حتة تانية علشان هتستفيد كتير. وأتمنى اللايك والشير لو بتشوفنا على الفيسبوك، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لو أنت على اليوتيوب. هاني الخميسي، كلام في المفيد. السلام عليكم. هبدأ معاكم خطوات عملية تنفيذية على شاشة الكمبيوتر. هظهر معاكم إن شاء الله شاشة الكمبيوتر علشان أمشي معاكم خطوة بخطوة وأعرفكم إزاي تغيروا استمارة الحجز من القديمة للجديدة وتستخرجوا استمارة حجز جديدة. وخلي بالكم إن استمارة الحجز الجديدة دي هيترتب عليها إنك كده موافق إنك تدخل في الطرح التكميلي، وإنك ملتزم بالشروط والأحكام، وإنك ما خدتش قبل كده أي حاجة من الدولة، وإنك كمان هتدفع الرسوم الإدارية أو مصروفات التسجيل اللي هي 250 جنيه او 500 جنيه او 750 جنيه. وطبعا قلنا ال 250 جنيه للاسكان المتوسط او قطع اراضي الاسكان المتوسط، اما ال 500 جنيه لقطع الاراضي الاسكان المميز، وال 750 جنيه لقطع الاراضي الاسكان الاكثر تميزا. وطبعا انت مش هتدفعها دلوقتي ولكن هتدفعها بعد كده في حالتين. الحاله الاولى لو ان شاء الله رسيت عليك قطعه ارض وقدرت تفوز بقطعه ارض، يبقى ساعتها وانت بتستكمل نسبه المقدمه بتاعت قطعه الارض هتدفع الرسوم الإدارية دي أو مصروفات التسجيل فوق نسبة الاستكمال. طيب لو معرفتش تفوز في الحجز الإلكتروني بقطعة أرض، يبقى كده إن شاء الله لما تيجي تسحب الفلوس بتاعتك اللي هي جدية الحجز هيتخصم منها مصروفات التسجيل. وبذكركم إنكم تركزوا كويس جدا في الحجز الإلكتروني، لأنه بأسبقية الحجز والموضوع محتاج فعلا قرار سريع وتكون عندك خبرة، أو إنك تروح لحد موثوق فيه سواء سايبر أو زميل ليك لو أنت ما عندكش خبرة يحجز لك، علشان فعلا الموضوع ما ينفعش فيه التجارب. وانا شخصيا بقدم لك المساعده في الحجز ان شاء الله لو حبيت ان انا اكون معاك واحجز لك قطعه ارض سواء في الطرح التكميلي او الطرح الجديد اللي هينزل ان شاء الله في شهر واحد، او تخليص اجراءات الطرح الدائم اللي هو هينزل كل 3 شهور من وزاره الاسكان. كل اللي انت هتعمله علشان اساعدك ان شاء الله وتتواصل معايا في الحجز الالكتروني باسبقيه الحجز، هتنسق مع فريق العمل معايا على الارقام اللي بتظهر دلوقتي على الشاشه، وان شاء الله يوصلوك بيا ونقدر نظبط مع بعض اليه الحجز. تعالوا بقى ندخل على الشرح العملي على شاشه الكمبيوتر وتعرفوا ازاي هنحجز او نغير من استمارة قديمة لاستمارة جديدة. وكمان لو عايزين ننزل ان شاء الله من طرح اعلى لطرح اقل شوية، هسيب لكم ان شاء الله في الوصف تحت الفيديو رابط الحجز الالكتروني على موقع بنك التعمير والاسكان. هتضغط عليه، واول ما تضغط عليه هيفتح معاك شاشة الكمبيوتر اللي هتشوفها قدامك دلوقتي. فتح معانا شاشة الكمبيوتر زي ما انتم شايفين، جاب لك كده صفحة بنك التعمير والاسكان. صفحة بنك التعمير والاسكان هتقدر ان شاء الله تتصفح منها المشاريع المتاحة، سواء كل المشاريع او وحدات سكنية او اراضي. فطبعا هو واقف دلوقتي على احدث المشاريع اللي هي قطع اراضي اكثر تميزا، المرحله الثامنه مشروع مكمل الاراضي. وطبعا زي ما انتم شايفين بيديكم نبذه مختصره عن المشروع وتاريخ فتح باب التقديم وتاريخ نهايه الحجز، وكاتب لك تحت منها كراسه الشروط وارغب في التقدم. لو انت عايز تحمل كراسه الشروط هتضغط ان شاء الله على كراسه الشروط وتبدا بقى تدخل تحملها وتقرا كراسه الشروط. وطبعا انا محمل لكم كل الكراسات موجوده على قناه التليجرام الخاصه بيا، والرابط بتاعها موجود في الوصف تحت الفيديو. والمشاريع المتاحه قدامكم هم 4 مشاريع اللي هي قطع اراضي اكثر تميزا على مستوى الصعيد، وبعد منها قطع اراضي اكثر تميزا مرحله 9 مدينه المنيا الجديده لوحدها، لان دي نزل لها كراسه شروط لوحدها وليها اسعار لوحدها وجديه حجز لوحدها. وبعد كده قطع الاراضي المميزه على مستوى الصعيد، وبعد كده قطع الاراضي اللي هي اسكان متوسط محور الاراضي برضو على مستوى الصعيد. وبعد كده بقى تلاقي المشروعات الثانيه اللي هي كومباوند اكاسيا وكومباوند شاليهات الفيروز بالغردقه وهكذا. خلينا بقى نرجع للاراضي تاني ونبدا نشوف احنا هنعمل ايه. نفترض دلوقتي ان انا حاجز في قطع الاراضي اللي هي المنيا الجديده، هنضغط على ارغب في التقدم. هنضغط على ارغب في التقدم، هيظهر معاك الشاشه اللي انت شايفها دي، وهيظهر قدامك استخرج رقم الاستمارة على ايدك الشمال زي ما انت شايف على الشاشه.
انت مش هتقدر تعمل الخطوه دي الا لما تسجل دخول على الموقع، لانك انت لسه ما سجلتش دخول. فهتبدا بقى دخول مستخدم حالي من فوق كده، هتلاقي القوائم من فوق الرئيسيه والمشاريع والاسئله الشائعه وعن الموقع وتسجيل مستخدم جديد ودخول مستخدم حالي. احنا هنختار دخول مستخدم حالي. هيطلب منك الرقم القومي والباسورد اللي انت ان شاء الله مسجل بيهم او تدخل بيهم، وهتبدا تسجل الرقم القومي بتاعك والباسورد. تمام. بعد ما تسجل الباسورد والرقم القومي الخاصين بيك هيفتح معاك الموقع تاني، وبعد ما فتح معاك برضو على نفس المشاريع. هتبدا تختار انت تاني قطع اراضي مثلا اكثر تميزا، وليكن مرحله تاسعه مدينه المنيا الجديده. هنكتب كده ارغب في التقدم، وهتلاقي كده حضرتك برضو استخراج رقم الاستماره، بس فوق كده هتلاقي تسجيل الخروج. معنى ان موجود كده كلمه تسجيل الخروج معناها انك سجلت الدخول فعلا بالرقم القومي والباسورد الخاصين بيك. هنبدا بقى نعمل ايه؟ نبدا نستخرج رقم الاستماره. خلي بالك رقم الاستماره ده انت كده هو السيستم فتح على الاستماره القديمه اللي انت كنت مسجلها، فاول ما هتضغط على استخراج رقم الاستماره كده هيديك مباشره وبدون اي مقدمات رقم استماره جديد، وكده يبقى انت حولت من القديم للجديد، وكده يبقى انت سجلت في الطرح التكميلي ومعاك رقم استماره جديد اللي هي اوتوماتيك هيتحول عليها المبلغ من الاستماره القديمه او من الحجز القديم للحجز التكميلي الجديد. هنضغط بقى على استخرج رقم استماره. بعد ما ضغطنا على رقم استماره قال لك ايه؟ ظهر معاك شاشه خضراء من فوق: لقد تم تسجيل بياناتك بنجاح، من فضلك احتفظ بهذا الرقم لاستخدامه اثناء تحويل مبلغ مقدم الحجز. يمكنك طباعة بيانات الاستمارة من خلال خدمة الاستعلام من قائمة رئيسية. لو انت بصيت بقى على الحجز ورقم الاستمارة ده اللي هو 3400900 وهكذا الارقام اللي بعد منه، هتلاقي الرقم ده مختلف عن رقم الاستمارة اللي كان معاك في الطرح الاصلي، وكده يبقى انت يبقى انت سجلت في الطرح التكميلي، وكده ان شاء الله من ضمن الناس اللي هتدخل تحجز قطعة ارض يوم الحجز اللي هيبدأ يوم 25 و26 و27 و28 حسب نوع كل قطعة انت ناوي تحجزها. وطبعا لو حاولت تضغط تاني على كلمة استخراج رقم الاستمارة هيفتح معاك نفس الاستمارة بنفس كل حاجة، مفيش حاجة تانية يقدر يعملها، خلاص زي ما انتم شايفين كده. طيب نرجع بقى لحاجة تاني، ان احنا عايزين وليكن حاجزين قطعة ارض في اكثر تميزا مثلا، وعايزين ننزل للمتميز او ننزل من المتميز للمتوسط. ما دام انت حاجز ودافع جدية حجز المستوى الاعلى، منطقي انك تقدر تنزل للمستوى اللي هو اقل منه ما دام مفيش قطع اراضي في المستوى اللي انت كنت حاجز فيه، لان هيتحول مبلغ جدية الحجز للقطعة التكميلية في القطعة المتوسط مثلا لو انت حاجز متميز، والمتميز مثلا لو انت حاجز اكثر تميزا، فياخدوا من جدية الحجز اللي انت دافعها قيمة جدية الحجز للطرح الجديد او التكميلي اللي هو طبعا 100,000 جنيه للمتميز و25,000 جنيه للمتوسط. كل اللي انت هتعمله هتدخل على المشاريع تاني، هتفتح معاك الشاشة بكل المشاريع تاني، وانت هتكون وليكن حاجز قطع اراضي مثلا المميز وعايز تنزل للمتوسط، فهتنزل بقى انت عادي جدا تدخل على المتوسط وتضغط ارغب في التقدم. هيقول لك استخرج رقم استمارة. لو استخرجت رقم استمارة وضغطت عليها وجاب لك رقم استمارة يبقى انت كده حولت ان شاء الله جدية الحجز بتاعتك من المتميز لقطع الاراضي المتوسطة. والحالة دي كذلك الامر لو طبقتها من قطع الاراضي الاكثر تميزا لو كنت حاجز فيها يعني في الطرح الاصلي وعايز تنزل للمتميز، هتدخل على ارغب في التقدم في قطع الاراضي اللي هي المميزة وتضغط على استخرج رقم استمارة، فساعتها هو هيستخرج لك رقم استمارة، وكده يبقى انت سجلت في المتميز وتحجز في المتميز رغم انك مثلا كنت دافع فلوس اكثر تميزا. وبس كده يا صديقي، دي كانت الافاده اللي انا عايز اوصلها لك، واعرفك ازاي تستخرج رقم استماره من الحجز القديم للحجز الجديد، وتفهم ازاي هيحصل الموضوع ده وبدون ما يحيرك وتحس ان الموضوع فيه صعوبه. وهيوصلك طبعا على الموبايل بتاعك رسائل تؤكد انك سحبت من القديم وتحولت للجديد وهكذا، والرسائل دي ما فيهاش اي قلق. وبذكركم انكم تتابعوا معايا الحلقات الجايه لان مكمل معاكم سلسله الشروحات ان شاء الله والاسعار وكل حاجه عن كيفيه الحجز في التكميلي وفي الطرح الجديد، وكمان الطرح الدائم من هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده لقطع الاراضي اللي هي المتوسط والمميز والاكثر تميزا على مستوى الجمهوريه بما فيهم القاهره والجيزه. نقول لكم دمتم في رعايه الله وامنه، ما تنسوش الشير واللايك للفيديو لو كنتوا على الفيسبوك، وكمان الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على اليوتيوب علشان يوصلكم كل المنشورات اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.